وتفضل الجثث في الفريزر وسط الأكل والخضار لمدة 3 سنين. نتخيل مع بعض كده كمية الرعب اللي عاشوها الأولاد لما كانت والدتهم بتبعتهم يجيبوا أكياس أكل أو خضار من الفريزر، ولما يفتحوا الفريزر يشوفوا إخواتهم هم متجمدين، ومن شدة الخوف ما بيقدروش حتى أنهم يعيطوا. أبشع أم في التاريخ عاشت مع جثة أولادها الاتنين لمدة 3 سنين. دلوقتي انت هتسمع عن واحدة من أبشع الجرائم اللي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية، لدرجة إن الشارع الأمريكي كان بيتابع تفاصيل القضية دي أول بأول. ميتشل بيلر 35 سنة، أم ل4 أطفال من آباء مختلفين. جوزها الأولاني هرب بعد ما خلفت منه طفلين، أما جوزها التاني تخلى عنها وسافر مع عشيقته لمدينة تانية، وده بسبب إن ميتشل كانت عصبية جدا وكان بيجيلها نوبات غضب، وكانت بتوصل بيها الدرجة إنها تضرب أولادها لحد ما يغمى عليهم من شدة الألم. والحقيقة إن ده بسبب عقدة كانت عندها وهي صغيرة لما تم اغتصابها أكتر من مرة، وفي كل مرة ميتشل كانت بتروح تشتكي لوالدتها، لكن والدتها ما كانتش بتهتم وما حاولتش مرة تدافع عنها. ميتشل بتكبر والعقدة بتكبر معاها، وبقى سلوكها عدواني وشرس مع كل الناس اللي حواليها. ميتشل كانت بتعاقب أولادها بطريقة وحشية، وكانت طول الوقت وهي بتصرخ بأعلى صوتها لدرجة إن الجيران اتعودوا على صراخها بشكل يومي. وفي يوم ترجع ميتشل من الشغل بدري على غير العادة، وتشوف بالصدفة ابنها الصغير ماسيو اللي عنده 6 سنين بيعمل حركات جنسية مع اللعبة بتاعته. ولما سألته قال لها إنه بيعمل مع اللعبة نفس الحركات اللي أخته ستوني اللي عندها 9 سنين بتعملها معي، وإن ستوني اغتصبته أكتر من مرة. ساعتها ميتشل بتتجنن وتفضل تضرب في ستوني بكل قوتها. تفاصيل تعذيب ميتشل لبنتها هتصدمك وانت بتسمعها. ميتشل بتربط بنتها ستوني في الحمام لمدة أسبوع من غير أكل ولا شرب، وتفضل تعذب فيها وتكب عليها المية المغلية على مناطق حساسة، وكانت بتجبرها على شرب منظف الزجاج والنوافذ يوميا لحد ما البنت ماتت. جبروت الأم دي ما بينتهيش لحد هنا. ميتشل لما لقيت إن بنتها ستوني ماتت من شدة التعذيب، أجبرت بنتها الكبيرة غابي اللي عندها 17 سنة إنها تحط جثة أختها في كيس بلاستيك وتحطها في الفريزر، وتهددها إنها لو حكت لحد عن أي حاجة شافتها هتخلص عليها. وتعيش ميتشل مع أولادها ال3 مع جثة ستوني لمدة 9 شهور، وبعدها بيجي ابنها الصغير تاني ويحكي لها إن أخوه ستيفن هو كمان بيغتصبه، وإنه بينزل من سريره بالليل ويغتصبه وبعدها بيتبول عليه. وساعتها ميتشل بتروح تضرب ابنها ستيفن بكل قوتها وتلف الحزام حوالين رقبته وتخنقه لحد ما يموت، وبعدها بتلفه في كيس بلاستيك وتطلب من أولادها الباقيين بأنهم يشيلوا جثة ستيفن ويحطوه في الفريزر جنب جثة أخته ستوني. وساعتها ميتشل بتخاف إن أولادها الباقيين يحكوا عن جرايمها، علشان كده بتقرر تمنع ولادها عن المدرسة أو الخروج بره البيت، وده عشان الأولاد ما يحكوش عن أي حاجة شافوها من غير قصد، وهددتهم إنهم لو اتكلموا هتخلص عليهم زي ستوني وستيفن. وتفضل الجثث في الفريزر وسط الأكل والخضار لمدة 3 سنين. نتخيل مع بعض كده كمية الرعب اللي عاشوها الأولاد لما كانت والدتهم بتبعتهم يجيبوا أكياس أكل أو خضار من الفريزر، ولما يفتحوا الفريزر يشوفوا إخواتهم هم متجمدين، ومن شدة الخوف ما بيقدروش حتى أنهم يعيطوا. وتمر الأيام، وبسبب سلوك ميتشل العدواني والشرس ما كانتش بتستمر في أي شغل بتروحه، واتطردت أكتر من مرة من أماكن عمل مختلفة، وفضلت على الحال ده لفترة. وساعتها ميتشل بتتصل على قرايبها علشان يساعدوها في مصاريفها هي وأولادها، لكنهم بيرفضوا وينصحوها وقتها بأنها ترجع تشتغل مرة تانية، وبعدها بيتراكم عليها إيجار الشقة. وساعتها صاحبة العمارة بتبلغ الشرطة، وبالفعل يوم 24 مارس سنة 2015 تصدر المحكمة أمر بتفريغ منزل ميتشل والسماح لصاحب العمارة للتصرف فيه. وبالفعل صاحب العمارة يستغل عدم وجود ميتشل في البيت ويقوم بنقل العفش في الشارع، وأثناء ما صاحب العمارة بيخلي الشقة يتفاجئ بجثتين متجمدين داخل الفريزر، وساعتها بيبلغ رجال الأمن. وهنا اعترافات ميتشل ما بتكونش صادمة لرجال الأمن بس، دي بتكون صادمة لرجال الأمن والمجتمع الأمريكي كله، وده لأنها اعترفت بأنها هي اللي قتلت أطفالها، وإنهم لو رجعوا تاني للحياة مرة تانية هتقتلهم تاني، وده لأنهم شياطين، وإنها كانت عايزة تخلص المجتمع من شرهم. المحكمة لاحظت سلوك ميتشل العنيف أثناء الجلسات، وده لأنها طول فترة الجلسة بتصرخ وتسب في الشرطة وجوزها وأهل جوزها قدام القاضي، وفي كل مرة القاضي بيسألها كانت بتقول بأن هي قتلتهم وهي عارفة كويس جدا هي بتعمل إيه، ومصرة على جريمتها ومش ندمانة نهائيا عن قتلها لأولادها.
وكمان قالت ميتشل قدام القاضي: أنا لا أشعر بأي عاطفة لموت هؤلاء الشياطين. وساعتها بيتم الكشف على ميتشل وقواها العقلية، وبيكتشفوا بأنها بتعاني من الاعتلال النفسي، وهو نوع من الاضطرابات الشخصية اللي بيتميز بالاستمرار في السلوك المعادي مع عدم التعاطف أو الندم، وده بيرجع لإهمال الأهل أو حوادث اغتصاب، وده بالفعل اللي كانت بتعاني منه ميتشل زي ما وضحت أول الفيديو. وبعد نقل الجثث الطب الشرعي بينتظر 3 أيام علشان التلج يدوب من جثث الأطفال علشان يعرف يشرحهم، وبالفعل الطب الشرعي يثبت ان مفيش اي اثر بيأكد ان الطفلين ستوني وستيفن اعتادوا جنسيا على شقيقهم الاصغر. الخبر ده كان صدمة لرجال الامن والشارع الامريكي، والطب الشرعي اكد كمان ان الطفلين ستوني وستيفن ماتوا بسبب اختناق واصابات وحروق بشعة، ده غير شربهم لمواد كيميائية ادت لموتهم. والطب الشرعي اثبت كمان انه تم قتل الطفلين على فترات متباعدة، وتتحول القضية دي بسرعة لقضية رأي عام في الولايات المتحدة الامريكية. وكان معظم اسئلة الشارع الامريكي ان ازاي المدرسه او الجيران ما شكوش في حاجه طول فتره تغيب الطفلين ستوني وستيفن، وده اللي وضحه رجال الشرطه اثناء التحريات بان ميتشل بعد ما قتلت اولادها خافت لتتكشف، عشان كده راحت لمدرسه الاولاد وقدمت طلب لاداره المدرسه انها توافق ان الاولاد يواصلوا دراستهم من البيت بناء على رغبتهم. وساعتها اداره المدرسه وافقت على الطلب وما شكتش في حاجه طول فتره تغيب الاطفال عن المدرسه. ميتشل كانت حريصه جدا مع جيرانها لما كانوا بيسالوها عن ستوني وستيفن، كانت بترد بكل ثبات وتقول لهم ان الاولاد سافروا لوالدهم. وبعدها حكمت المحكمة على ميتشل بالسجن مدى الحياة وحرمانها من طلب الإفراج المشروط، واتحكم عليها بالتوقيع عن تنازل عن حضانة أبنائها ماسي وغابي. أما عن سلوك ميتشل داخل السجن فكان سلوكها عنيف جدا لدرجة إنها وضعت برازها في علبة برينجلز ورمتها على وش أحد الضباط داخل السجن، ده غير ضربها وتعذيبها للسجينات، علشان كده تم عزلها في زنزانة انفرادية. وأخيرا، هل ميتشل ضحية لإهمال الأهل اللي كان ليه دور في تشكيل شخصيتها العدوانية، أم تعرضها للخيانة الزوجية أكتر من مرة كان سبب في دوافع الانتقام الشرس من أطفالها؟ بشكرك جدا لو وصلت معايا للوقت ده، وفي النهاية لو عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوها، وتدعموني بمشاركة ولايك علشان أقدر أستمر في تقديم قضايا تانية. أترككم في رعاية الله وأمنه.